في الفيديو ده هقول لكم أسرار عمل الحمام المغربي في البيت من الألف للياء، والأخطاء اللي أكيد أغلبنا بيعملها هي السبب أصلا إنه مش بيجيب نتائج معانا. الأول لو ما كنتوش شفتوا الفيديوهات اللي فاتت اللي في البلاي ليست بتاعة بادي كير لازم تشوفوها الأول. معاكم أسهل مقشر ممكن تعملوه هتستخدموه هتلاقوا نتيجة من أول استخدام، مكوناته كلها وكمان أرخص وأأمن مزيل عرق نقدر نعمله في البيت. تعملوا مزيل عرق يقعد معاكم لأيام ومفيهوش أي أضرار بمكونين 2 بس. أول حاجة معايا أول خطأ وهو غسل الشعر أثناء عمل الحمام المغربي، وده لأن طبعا الزيوت اللي في الشعر هتنزل على الجسم وده هيخلي الليفة ما تطلعش حاجة. الحل يا إما نحط بونيه أو نخلي خطوة غسيل الشعر دي في الآخر. تاني خطأ وهو ترطيب الجسم قبل الحمام المغربي. قبل الحمام المغربي بأقل حاجة يومين احنا بنكون وقفنا ترطيب، مش بنستخدم كريم ولا أي حاجة، وكمان مش بنعمل سكراب أو إزالة للشعر قبل الحمام المغربي. يعني الحمام المغربي الأول وبعدين الإزالة، يعني بالترتيب كده الحمام المغربي بعدين خطوة السكراب وبعدين السويت أو الشيفنج أيا كان. رابع خطأ وهو موقفتيش تحت المية وقت كافي، فطبيعي ان المسام ما اتفتحتش كويس او المية ما كانتش سخنة برضو كفاية. خامس خطأ وهو عدم غسل الصابون كويس من على الجسم. كده عرفنا ايه هي الغلطات، هقول لكم بقى الطريقة بالظبط من الألف للياء. أول خطوة سيب المية السخنة 10 دقايق مفتوحة على ما يتكون كده بخار في الحمام. بعد ما تعدي 10 دقايق قللي حرارة المية شوية لحد ما تستحمليها، يعني تخلي المية دافية، هتفضلي تحت المية الدافية دي من 10 ل 15 دقيقة. والخطوة دي مهمة جدا علشان المسام تتفتح كويس. بعد كده بتاخدي حتة من الصابون المغربي مع نقطة مية ويتفرد على الجسم كله وتخليه 15 دقيقة لحد ما الجسم يمتص. وطبعا الليفة بتكون منقوعة كويس قبلها في مية سخنة لمدة 10 دقايق. بعد كده الجسم يتشطف كويس جدا من الصابون. بعد كده هندعك الجسم كله بالليفة من تحت لفوق بحركة دائرية بضغطة خفيفة، يعني ما تدعكيش جسمك جامد عشان النتيجة ما تقلبش عكسية. هنلاقي الجلد الميت بدأ يطلع بالشكل ده. بعد كده خطوة بقى غسل الجسم كويس جدا بالمية الدافية من الجلد الميت. بعد ما غسلنا الجسم كويس جدا من الصابون ومن الجلد الميت وكل ده بحط اي مقشر او طمي مغربي موجود عندي. عملت معاكم المقشر او السكراب ده في البيت رائع، تقدروا تعملوه بأقل الامكانيات. نتايجه رائعة، هتلاقوه موجود على القناة في البلاي ليست بتاعت بادي كير زي ما قلت لكم في الأول. يتفرد على الجسم كويس ويداك بحركات دائرية كده بالإيد بس مش بليفة ولا حاجة. بعد ما اتفرد كويس على الجسم وعملنا خطوة السكراب، يعني اننا دعكناه كده كويس على الجسم، بنسيبه 10 دقايق وبنغسل الجسم كله بالمية الساقعة علشان نقفل المسام. بعد كده بقى خطوة السويت، وعايزة اقول لكم لو استمريتوا على الطريقة دي بالترتيب ده مشكلة جلد الوز اللي كتير جدا بيعانوا منها مش هتبقى موجودة اصلا. اهم واخر خطوة وهي الترطيب. رطبي جسمك كله باي مرطب موجود عندك، سواء بقى مرطب زيتي كريمي اي حاجة. ما تنسوش تدوسوا على زر الاشتراك او سبسكرايب علشان توصل لكم كل الفيديوهات الجاية.